السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف النهاردة فيديو جديد في الفتة بتاعتنا المصري الجميلة اللي بناكلها في العيد الكبير او بناكلها في اي وقت كمان. معمولة النهاردة بتكات كده بسيطة مخلياها طعمها مظبوط 100%. تابعيني للآخر وتعالي شوفي عملنا الحلاوة ديت ازاي. اول حاجة هنسلق اللحمة بتاعتنا. حلة على النار يكون فيها المية بتغلي، احط فيها اللحمة بتاعتي على طول وهي بتغلي علشان اقفل الانسجة بتاعتها وتبقى اللحمة بتاعتي جوسي وطرية وحلوة قوي. هبتدي بقى اضيف لها كمان طماطم، بصل، لو في جزر، ورق لورا وحبهان مش كتير لان اللحمة مش بتحتاج مثلا ورق لورا وحبهان كتير. وكمان هحط لها فلفل اسود دلوقتي، ومش هحط ملح دلوقتي خالص، هحطها قبل السوا بحاجات بسيطة. تعالى نعمل الصلصة بتاعة الفتة. انا طحنت مع القوطة بتاعتي فلفل احمر مش حراق، بارد، هيديني لون وطعم حلو قوي لطبق الفتة بتاعي. تعالي بقى حلة على النار فيها معلقة زبدة حلوة كده عشان احمر فيها معلقة توم كبيرة مفرومة. وهقولك طبعا هتقولي معلقة توم ده كتير، احنا هنشيل منها شوية بعد ما تتحمر وهقولك هنشيلهم ليه. هنا حطينا حوالي معلقتين خل او ربع معلقة، ربع كوباية خل على المقدار بتاعنا بتاع التوم. خد اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه الحلو ده. هحط معلقتين منه كده على جنب عشان محتاجاهم بعد شوية في تكة حلوة قوي. هقطع العيش بتاعي بالمقص كده حوالي مربعات صغيرة علشان احمصه في الفرن من غير اي مواد دهنية خالص. يعني انا مش دهنة الصينية اي حاجة ولا حاطة على العيش حاجة لان كده هيبقى خفيف. كل حاجة فيها زبدة زي ما انت شايفة، الصلصة ودي الرز اهو بنعمله معلقة زبدة كبيرة ومعلقتين زيت. وتعالي نحمر الرز بتاعنا كده حبة بحيث ان هو يسخن وياخد درجة حرارة الزيت كده علشان يطلع معانا في الاخر ابيض وجميل. حطيت له الملح بتاعه، ممكن تزوديه شوربة، ممكن تزوديه مية مغلية اللي يعجبك، بس اهم حاجة اللي هتزودي بيه يكون حاجة بتغلي. يعني مثلا مية مغلية او الشوربة بتاعت اللحمة بتاعتنا اللي طلعت طعمها خطير. وممكن تحط لها اي اضافات تحبيها، بس اللحمة كل ما تبقى اضافاتها بسيطة بيبان طعمها اكتر. الرز هنا بقى حطيت معيار المية اهوت، عايزة تضيفي كبشتين شوربة ما يجراش حاجة. العيش بتاعنا اتحمص في الفرن وبقى خفيف خالص وجميل. ادي معلقتين التوم حطيت لهم مغرفتين شوربة كبار وسقيت بيهم العيش. التركة دي هتبعت العيش في حتة تانية خالص، هتخليه طعم طعامة وشارب كده من طعم كمان الصلصة اهي. مغرفة صلصة واحدة بس سقيت بيها العيش. اغرفي على طول عليه علشان ما يبقاش مفرول، يبقى فيه كده قرمشة بسيط. الرز بتاعنا الله عليه مفلفل وريحته حلوة قوي وبياضه حلو جدا من غير اي اضافات كتير. ادي الصلصة كمان اتسبكت والفلفل اداها لون احمر حلو قوي من غير ما اضيف لها صلصة خارجية. تحفة. حمرت اللحمة في حتة زبدة علشان يبقى ليها كده طعم ويبقى ليها جمال كده زي ما انت شايفة، حاجة كده تحفة تفتح النفس. يوم العيد الصبح ألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة البيتزا بطريقة سهلة قوي وجميلة، عجينة مظبوطة. وتعالي نشوف الكمية الحلوة اللي طلعت ديت طلعت ازاي. من كيلو دقيق عملنا صاج حوالي 30 في 40، وصاج تاني حوالي 30 في 30، وكمان صينية مقاس 24. وهقولك بقى على كل أسرار نجاح العجينة بتاعتها، وكمان ازاي تخلي الجبنة موزاريلا بتمط وكمان لونها فاتح كده زي ما انتي شايفة، مش محروقة ولا حاجة. العجينة واخدة لون جميل من تحت. الصاج كان سخن معرفتش اطلع الحتة. تعالي نشوف عملناها ازاي. عندنا 3 معالق سكر كبار، رشة ملح، ربع كوباية زيت، كيس خميرة، كيس بيكنج باودر، ودقيق مستعدد الاستخدامات، وكيس لبن بودرة، وكمان كوباية زبادي. هحط الاول الخميرة على المية الدافية على السكر واقلبهم كويس شوية، وكمان اسيبهم حوالي 5 دقايق عشان اتأكد من نجاح الخميرة بتاعتي وان هي شغالة عشان اقدر اكمل كده وانا مطمئنة. ده كيس حوالي كيلو دقيق طبعا متعدد الاستخدامات او للمخبوزات. حطينا عليه حوالي ربع كوباية زيت او اكتر سنة يعني، رشة ملح، كيس لبن بودرة، وكيس بيكنج باودر. وهنبتدي كمان نحط كوباية زبادي بدرجة حرارة الغرفة، يعني طلعناها من التلاجة شوية. وتعالي نقلبهم مع بعض ونعمل عجينة ممتازة.
وطبعا المضرب مش هينفع بقى هنا، هبتدي ادخل ايديا، هبتدي بقى اعجن كويس قوي قوي، يا اما في العجان لمدة 10 دقايق، يا اما على ايديكي حوالي ربع ساعة تقعدي تعجني فيها لحد ما تبقى بصي متماسكة كده وناعمة وملزقة سنة بسيطة، بحيث ان التلزيقة بتاعتها مش حاسة بيها في ايديا. انا بوريك ايديا نضيفة اهي. اعجني فيها بقى كتير كتير كتير، كل ما تعجني فيها كل ما يطلع النتيجة بتاعتها احلى، لان الدقيق بيختلط بقى بكل السوائل. المية بتاعتك انا ما حددتلكيش قد ايه مية، على حسب الدقيق اللي بتستخدميه ممكن توصلي لكوباية مية كبيرة زي اللي شفتيها معايا. هسيبها تخمر حوالي ساعة في وسط دافي طبعا، لحد ما اعمل بقية حاجة البيتزا. هنا اعمل الصلصة السريعة بتاعت المستعجلين. هجيب معلقتين صلصة على كيسين كاتشب من اللي هو بجنيه ده، او معلقتين كاتشب. الصلصة مع الكاتشب هنا هتديني طعم ممتاز. هحط لها شوية زيت، وكمان بقى البهارات اللي هي ملح وفلفل وزعتر. عايزة تحطي توم بودرة مفيش مشكلة، هيدي طعم حلو برضو. تعالي بقى كمان خرطنا شوية خضرة كده، بصل وفلفل وبصل وقوطة. الله، بصي الخميرة بعد ما خمرت بقى، العجينة بعد ما خمرت انضاعفت حجمها وبقت شكلها ممتاز. انا مجهزة حاجة البيتزا ورا هيت، اللي هي الجبنة والخضار والزيتون. هبتدي اقطع العجينة كده حتة كبيرة عشان احطها في الصاج الكبير. انا دهناه زيت طبعا، حاطة ورقة زبدة وعليها رشة زيت حلوة كده، وهبتدي ان انا افرد العجينة فيها على طول من غير نشابة ولا حاجة، بايديا كده. هتبتدي ان انتي تلاقي عجينة معاكي جميلة وسهلة الفرد، وكمان ريحتها ممتازة. وتعالي بقى نحط الصلصة الحلوة اللي بتاعت المستعجلين دي عليها، وزعيها كده في فرشة او بالمعلقة، بحيث الصلصة بتاعتك متبقاش كتير قوي زي ما انتي شايفة كده. حطي بقى اي خضار او اي حاجة الاولاد بيحبوها. ممكن تحطي لحمة مفرومة بمناسبة العيد، ممكن تحطي جبن، بس اي طعم هما بيحبوه ابتدي تضيفيه. طبعا دي الخضار الاساسي بتاعي. البصل هنا ما تخافيش منه خالص، البصل هنا هيدي طعم جميل. وكمان انا عامله قرن فلفل حراق كده في النص، بحيث ان يدي نفس حلو كده. حطيت الجبنه الرومي في المرحله ديت، وهبتدي ان انا ادخل على فرن سخن درجه حراره 200 على الرف اللي في النص، لحد ما احس انها قربت تستوي. انا طبعا لسه ما حطيتش الموتزاريلا. قرب ما تستوي هبتدي ان انا اطلعها واحط الموتزاريلا في المرحله الاخيره عشان احافظ على طراوتها. اهي كده خرجتها من الفرن عشان تاخد الجبنه الموتزاريلا بتاعتها وترجع تاني على الفرن تسيح. هنا بقى بعد ما طلعت، الله على الريحه الجميله والكميه الحلوه الوفيره، كفت العيله وكلوا وشبعوا وكمان فاضت. حاجه كده جميله وتحفه، والولاد بيحبوها خالص. جربيها. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى النهاردة هحللك مشكلة المصايف والرحلات حتى الشغل. هعملك فطاير جميلة جدا محشية كمان، بحيث انك تاخديها معاكي لو طالعين رحلة او رايحين المصيف او رايحين النادي. الحاجات اللي بنعرفش نأكل الولاد فيها ايه، ومش معقولة نعمل سندوتشات مثلا برا البيت، والاسعار برا في الاكل الجاهز غالية قوي. النهاردة الفطاير ديت سهلة جدا وقطنية جدا، وحاجة كده يعني اتعملت في 5 دقايق، ما خدتش وقت خالص، مفيش تخمير. هي عجينة ال5 دقايق يا دوبك عجنتها واستنيت عليها 5 دقايق بس. نتيجة ممتازة، طرية جدا وحلوة قوي قوي. وكمان طريقة تسويتها هتريحك خالص. وتحشيها الحشوة اللي انتي عاوزاها. الحشوة دي حاجة كده ترجع لك انتي، يعني بصراحة ممتازة جدا، تمشي حادق وتمشي حلو. يعني ممكن تحشيها شوكولاتة وتبقى تحلية للولاد، ممكن تحشيها زي ما انا حشيتها النهاردة، او لو عندك لحمة مفرومة. المهم ان العجينة بتاعتها قطنية وهشة وجميلة تحفة جدا. تعالي هنشوف عملناها ازاي. المقادير صورتها لك مرة واحدة هي. عندنا 8 حاجات كلهم في البيت. دقيق متعدد الاستخدامات او للمخبوزات، هاخد منه 4 كوبايات، الكوبايات اللي بنشرب فيها الشاي العادي خالص. النهاردة هقولك المقادير بالكوباية وبالمعلقة. 4 كوبايات ممكن مثلا نص كيلو، ماشي، بس عايري بالكوباية يطلع معاكي الحاجات مظبوط. انا عايرت ال4 كوبايات دقيق. الدقيق بتاعي متعدد الاستخدامات، تحفة بصراحة، خلى العجينة ممتازة من غير ما اوجع دماغي بقى. تمام. وبعد كده هنحط عليه، احنا متفقين بنحط مثلا نص معلقة بيكنج باودر، لان انا مش عايزاها تنفش قوي، يعني محطش الظرف كله، حطيت نصه.
ومعلقة صغيرة ملح او نص معلقة صغيرة ملح كمان، وكمان معلقة سكر كبيرة، ومعلقة خميرة او الظرف كامل. الظرف كامل بيبقى عبارة عن معلقة كبيرة. ماشي، يبقى لحد هنا حطينا المكونات الجافة على بعضها اللي هي دقيق، ملح، سكر، خميرة. السكر اهو، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، وكمان هحط لها معلقتين زبادي كده من نفس المعلقة اللي عايرت بيها السكر. الزبادي هيطري العجينة خالص ويخليها قطنية. هنا بقى بصي الزيت ما كملناش نص الكوباية، قيمة تلت الكوباية. ماشي، زيت ذرة عادي خالص، اي زيت متواجد عندك في البيت بس يكون ملوش ريحة. وهستخدم طبعا مية دافية علشان اعجن بيها. المية انا مجهزة جنبي كوباية، ممكن احتاجها كلها واحتاج عليها معلقة كمان على حسب الدقيق بتاعك. يبقى كوباية المية للعجن، انت مش ملتزمة بيها كلها، ممكن تزودي عنها معلقة او تنقصي منها معلقة. اعجني بقى مدة حلوة بحيث العجينة تبقى طرية معاكي وملساء كده زي ما انت شايفة، وسيبيها ترتاح 5 دقايق بس. مع ان فيها خميرة بس انا مش هسيبها تخمر، قيمة بس ايه 5 دقايق. وهبتدي ان انا اشتغل فيها على طول. هعملها على شكل اسطوانة كده علشان اعرف ان انا اقطعها اجزاء تقريبا متساوية. لو بتحبي مثلا تحطي العجينة على الميزان حطيها. بصي العجينة طرية في ايديا وجميلة ازاي، مظبوطة جدا. هقطعها حوالي جت معايا 11 فطيرة. طبعا دوت قيمة 4 كوبايات دي يعني نص كيلو. زودي زي ما انتي عاوزة بس تضعفي المقادير. هبتدي بقى امسك كل حتة كده اعملها على شكل كورة زي ما انتي شايفة كده. وكمان خلي بالك لما تيجي تركني العجينة لازم تغطيها علشان ما تعملش اي تشققات وتنشف منك. اعملي بقى كل المقدار بتاعنا كور كده وغطيها. وانا جبت الحشوة بتاعتي بقى، انا حشيت لانشون، جبنة رومي، جبنة موزاريلا، وزيتون، وفلفل اخضر. الحشوة زي ما قلتلك حاجة كده ترجع لك انتي براحتك خالص. هبتدي اخد اول كورة انا عملتها وافردها كده ايه شكل مثلا مربع، او لو بتعرفي تعملي دايرة خلاص مفيش مشكلة. بس افرديها حوالي نص ملي، او اسفة نص سنتي، يعني العجينة ما تكونش رقيقة قوي. ماشي تمام. وحطي بقى الحشوة بتاعتك كده في نصها كده الاولاني عشان هنبتدي ان احنا نقفلها دلوقتي. الحشوات زي ما قلتلك براحتك خالص، لو عايز تحشي فراخ، تحشي لحمة، تعمليها مسكر يعني تحشي شوكولاتة، تحشي مكسرات، تمشي العجينة ديت تمشي مع كل الحشوات اللي تحبيها. وقفليها كويس قوي قوي بايديكي علشان ما تفكش واحنا بنسويها. ماشي تمام. ادي تاني واحدة اهي وريتها لك، يعني بحيث ان هما يبقوا تقريبا شبه بعض. تمام، لحد كده سهلة قوي، احنا ما استنيناش عليها تخمر ولا حاجة. الحركة اللي احنا بنعملها دلوقتي ديت وتفرديها وتحشيها وبتاع يكون الباقي خمره شوية. تمام. طاسة بقى على النار، سيبيها تسخن على ما تعملي بقى شوية كده. الطاسة ديت فيها معلقتين زيت بالظبط، مش هنسوي في زيت كتير ومش هنحطها في الفرن لان الفرن اصلا هياخد وقت وكمان ممكن ينشفها لي. انا سويتها على طول، يعني ممكن تعمليها قبل ما تنزلوا مثلا على النادي او كذا، وتعمليها للولاد او قبل ما تروحي الشغل. حاجة تحفة وسهلة ومشبعة جدا، يعني لما عملتها الولاد كل واحد خد واحدة بس يا دوبك قال لي خلاص كده تمام. بصي بقى قفلناها كويس ازاي. اهم حاجة تقفليها حلو. ادي الطاسة فيها معلقتين بالظبط زيت، وسايباها تسخن ووطيت النار خالص خالص خالص، حتى دي اصغر عين عندي اللي بنعمل عليها القهوة دي. ماشي، يبقى انت دلوقتي هتوطي النار خالص. ماشي، وتتابعيها كل شوية تقلبيها تاخد وش من كل الجوانب. ما تخافيش هتستوي صح. العجينة بتاعتنا اصلا مفرودة زي ما قلنا نص سنتي، يعني حاجة رفيعة. بصي خدت لون جميل ذهبي حلو قوي من الوش ده. دي كانت لسه شوية، حاجة كده تحفة. بصي بقى انا بقلبها في كل الاتجاهات. خدت الاول على الجنبين وبعد كده مشيتها بقى على بقيتها كده بحيث ان هي تاخد لون من كله وتستوي صح. الله على جمالها وريحتها وسهولتها. انجزت معايا الحقيقة لما كنا خارجين خدناها معانا، او ممكن تعشي بيها الولاد، حاجة كده يعني جميلة. وزي ما قلتلك العجينة طول ما هي ناجحة معاكي احشيها زي ما تحبي. عجينة قطنية وسهلة وجميلة وما خدتش تخمير ولا حاجة، ده يا دوبك 5 دقايق. الف هنا وشفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى النهاردة هحللك مشكلة المصايف والرحلات حتى الشغل. هعملك فطاير جميلة جدا محشية كمان، بحيث انك تاخديها معاكي لو طالعين رحلة او رايحين المصيف او رايحين النادي. الحاجات اللي بنعرفش نأكل الولاد فيها ايه، ومش معقولة نعمل سندوتشات مثلا برا البيت، والاسعار برا في الاكل الجاهز غالية قوي. النهاردة الفطاير ديت سهلة جدا وقطنية جدا وحاجة كده، يعني اتعملت في 5 دقايق، ما خدتش وقت خالص، مفيش تخمير. هي عجينة ال5 دقايق يا دوبك عجنتها واستنيت عليها 5 دقايق بس. نتيجة ممتازة، طرية جدا وحلوة قوي قوي، وكمان طريقة تسويتها هتريحك خالص. وتحشيها الحشوة اللي انتي عاوزاها، الحشوة دي حاجة كده ترجع لك انتي. يعني بصراحة ممتازة جدا، تمشي حادق وتمشي حلو. يعني ممكن تحشيها شوكولاتة وتبقى تحلية للولاد، ممكن تحشيها زي ما انا حشيتها النهاردة، او لو عندك لحمة مفرومة. المهم ان العجينة بتاعتها قطنية وهشة وجميلة تحفة جدا. تعالي هنشوف عملناها ازاي. المقادير صورتها لك مرة واحدة هيت. عندنا 8 حاجات كلهم في البيت. دقيق متعدد الاستخدامات او للمخبوزات، هاخد منه 4 كوبايات، الكوبايات اللي بنشرب فيها الشاي العادي خالص. النهاردة هقولك المقادير بالكوباية وبالمعلقة. 4 كوبايات ممكن مثلا نص كيلو، ماشي، بس عايري بالكوباية يطلع معاكي الحاجات مظبوطة. انا عايرت ال4 كوبايات دقيق. الدقيق بتاعي متعدد الاستخدامات، تحفة بصراحة، خلى العجينة ممتازة من غير ما اوجع دماغي بقى. تمام. وبعد كده هنحط عليه، احنا متفقين بنحط مثلا نص معلقة بيكنج باودر، لان انا مش عايزاها تنفش قوي، يعني محطش الظرف كله، حطيت نصه. ومعلقة صغيرة ملح، او نص معلقة صغيرة ملح كمان. وكمان معلقة سكر كبيرة، ومعلقة خميرة او الظرف كامل. الظرف كامل بيبقى عبارة عن معلقة كبيرة. ماشي، يبقى لحد هنا حطينا المكونات الجافة على بعضها، اللي هي دقيق ملح سكر خميرة. السكر اهو، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، وكمان هحط لها معلقتين زبادي كده من نفس المعلقة اللي عايرت بيها السكر. الزبادي هيطري العجينة خالص ويخليها قطنية. هنا بقى بصي، الزيت ما كملناش نص الكوباية، قيمة تلت الكوباية. ماشي، زيت ذرة عادي خالص، اي زيت متواجد عندك في البيت بس يكون ملوش ريحة. وهستخدم طبعا مية دافية علشان اعجن بيها. المية انا مجهزة جنبي كوباية، ممكن احتاجها كلها واحتاج عليها معلقة كمان على حسب الدقيق بتاعك. يبقى كوباية المية للعجن، انتي مش ملتزمة بيها كلها، ممكن تزودي عنها معلقة او تنقصي منها معلقة. اعجني بقى مدة حلوة، بحيث العجينة تبقى طرية معاكي وملساء كده زي ما انت شايفة. وسيبيها ترتاح 5 دقايق بس، مع ان فيها خميرة بس انا مش هسيبها تخمر. قيمة بس ايه 5 دقايق، وهبتدي ان انا اشتغل فيها على طول. هعملها على شكل اسطوانة كده، علشان اعرف ان انا اقطعها اجزاء تقريبا متساوية. لو بتحبي مثلا تحطي العجينة على الميزان حطيها. بصي العجينة طرية في ايديا وجميلة ازاي، مظبوطة جدا. هقطعها حوالي جت معايا 11 فطيرة. طبعا دوت قيمة 4 كوبايات دي، يعني نص كيلو. زودي زي ما انتي عاوزة، بس تضعفي المقادير. هبتدي بقى امسك كل حتة كده اعملها على شكل كورة زي ما انتي شايفة كده. وكمان خلي بالك لما تيجي تركني العجينة لازم تغطيها علشان ما تعملش اي تشققات وتنشف منك. اعملي بقى كل المقدار بتاعنا كور كده وغطيها. وانا جبت الحشوة بتاعتي بقى، انا حشيت لانشون، جبنة رومي، جبنة موزاريلا، وزيتون، وفلفل اخضر. الحشوة زي ما قلتلك حاجة كده ترجع لك انتي براحتك خالص. هبتدي اخد اول كورة انا عملتها وافردها كده ايه شكل مثلا مربع، او لو بتعرفي تعملي دايرة خلاص مفيش مشكلة. بس افرديها حوالي نص ملي، او اسفة نص سنتي، يعني العجينة ما تكونش رقيقة قوي. ماشي تمام. وحطي بقى الحشوة بتاعتك كده في نصها كده الاولاني، عشان هنبتدي ان احنا نقفلها دلوقتي. الحشوات زي ما قلتلك براحتك خالص، لو عايز تحشي فراخ تحشي لحمة، تعمليها مسكر يعني تحشي شوكولاتة، تحشي مكسرات، تمشي العجينة ديت تمشي مع كل الحشوات اللي تحبيها. وقفليها كويس قوي قوي بايديكي علشان ما تفكش واحنا بنسويها. ماشي تمام. ادي تاني واحدة اهي وريتها لك، يعني بحيث ان هما يبقوا تقريبا شبه بعض. تمام، لحد كده سهلة قوي.
احنا ما استنيناش عليها تخمر ولا حاجة. الحركة اللي احنا بنعملها دلوقتي ديت وتفرديها وتحشيها وبتاع يكون الباقي خمروا شوية. تمام. طاسة بقى على النار، سيبيها تسخن على ما تعملي بقى شوية كده. الطاسة ديت فيها معلقتين زيت بالظبط، مش هنسوي في زيت كتير ومش هنحطها في الفرن لان الفرن اصلا هياخد وقت وكمان ممكن ينشفها لي. انا سويتها على طول، يعني ممكن تعمليها قبل ما تنزلوا مثلا على النادي او كذا، وتعمليها للولاد او قبل ما تروحي الشغل. حاجة تحفة وسهلة ومشبعة جدا، يعني لما عملتها الولاد كل واحد خد واحدة بس يا دوبك، قال لي خلاص كده تمام. بصي بقى قفلناها كويس ازاي. اهم حاجة تقفليها حلو. ادي الطاسة فيها معلقتين بالظبط زيت، وسايباها تسخن ووطيت النار خالص خالص خالص، حتى دي اصغر عين عندي اللي بنعمل عليها القهوة دي. ماشي، يبقى انت دلوقتي هتوطي النار خالص. ماشي، وتتابعيها كل شوية تقلبيها تاخد وش من كل الجوانب. ما تخافيش هتستوي صح. العجينة بتاعتنا اصلا مفرودة زي ما قلنا نص سنتي، يعني حاجة رفيعة. بصي خدت لون جميل ذهبي حلو قوي من الوش ده. دي كانت لسه شوية، حاجة كده تحفة. بصي بقى انا بقلبها في كل الاتجاهات. خدت الاول على الجنبين وبعد كده مشيتها بقى على بقيتها كده بحيث ان هي تاخد لون من كله وتستوي صح. الله على جمالها وريحتها وسهولتها. انجزت معايا الحقيقة. لما كنا خارجين خدناها معانا، او ممكن تعشي بيها الولاد، حاجة كده يعني جميلة. وزي ما قلتلك العجينة طول ما هي ناجحة معاكي احشيها زي ما تحبي. عجينة قطنية وسهلة وجميلة وما خدتش تخمير ولا حاجة، ده يا دوبك 5 دقايق. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف النهاردة فيديو جديد في الفتة بتاعتنا المصري الجميلة اللي بناكلها في العيد الكبير او بناكلها في اي وقت كمان. معمولة النهاردة بتكات كده بسيطة مخلياها طعمها مظبوط 100%. تابعيني للآخر وتعالي شوفي عملنا الحلاوة ديت ازاي. اول حاجة هنسلق اللحمة بتاعتنا. حلة على النار يكون فيها المية بتغلي، احط فيها اللحمة بتاعتي على طول وهي بتغلي علشان اقفل الانسجة بتاعتها وتبقى اللحمة بتاعتي جوسي وطرية وحلوة قوي. هبتدي بقى اضيف لها كمان طماطم بصل، لو في جزر ورق لورا وحبهان مش كتير لان اللحمة مش بتحتاج مثلا ورق لورا وحبهان كتير. وكمان هحط لها فلفل اسود دلوقتي، ومش هحط ملح دلوقتي خالص، هحطها قبل السوا بحاجات بسيطة. تعالى نعمل الصلصة بتاعة الفتة. انا طحنت مع القوطة بتاعتي فلفل احمر مش حراق، بارد، هيديني لون وطعم حلو قوي لطبق الفتة بتاعي. تعالي بقى حلة على النار فيها معلقة زبدة حلوة كده عشان احمر فيها معلقة توم كبيرة مفرومة. وهقولك طبعا هتقولي معلقة توم ده كتير، احنا هنشيل منها شوية بعد ما تتحمر وهقولك هنشيلهم ليه. هنا حطينا حوالي معلقتين خل او ربع معلقة، ربع كوباية خل على المقدار بتاعنا بتاع التوم. خد اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه الحلو ده. هحط معلقتين منه كده على جنب عشان محتاجاهم بعد شوية في تكة حلوة قوي. هقطع العيش بتاعي بالمقص كده حوالي مربعات صغيرة علشان احمصه في الفرن من غير اي مواد دهنية خالص. يعني انا مش دهنة الصينية اي حاجة ولا حاطة على العيش حاجة لان كده هيبقى خفيف. كل حاجة فيها زبدة زي ما انت شايفة. الصلصة ودي الرز اهو بنعمله معلقة زبدة كبيرة ومعلقتين زيت. وتعالي نحمر الرز بتاعنا كده حبة بحيث ان هو يسخن وياخد درجة حرارة الزيت كده علشان يطلع معانا في الاخر ابيض وجميل. حطيت له الملح بتاعه. ممكن تزوديه شوربة، ممكن تزوديه مية مغلية اللي يعجبك، بس اهم حاجة اللي هتزودي بيه يكون حاجة بتغلي، يعني مثلا مية مغلية او الشوربة بتاعت اللحمة بتاعتنا اللي طلعت طعمها خطير. وممكن تحط لها اي اضافات تحبيها، بس اللحمة كل ما تبقى اضافاتها بسيطة بيبان طعمها اكتر. الرز هنا بقى حطيت معيار المية اهوت، عايزة تضيفي كبشتين شوربة ما يجراش حاجة. العيش بتاعنا اتحمص في الفرن وبقى خفيف خالص وجميل. ادي معلقتين التوم حطيت لهم مغرفتين شوربة كبار وسقيت بيهم العيش. التركة دي هتبعت العيش في حتة تانية خالص، هتخليه طعم طعامة وشارب كده من طعم كمان الصلصة اهي. مغرفة صلصة واحدة بس سقيت بيها العيش. اغرفي على طول عليه علشان ما يبقاش مفرول، يبقى فيه كده قرمشة بسيط. الرز بتاعنا الله عليه مفلفل وريحته حلوة قوي وبياضه حلو جدا من غير اي اضافات كتير.
ادي الصلصة كمان اتسبكت، والفلفل اداها لون احمر حلو قوي من غير ما اضيف لها صلصة خارجية. تحفة. حمرت اللحمة في حتة زبدة علشان يبقى ليها كده طعم، ويبقى ليها جمال كده زي ما انت شايفة، حاجة كده تحفة تفتح النفس. يوم العيد الصبح ألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى نعمل الأطباق اللي الولاد منجذبين ليها جدا بره، وبيكون سعرها غالي كمان، الايه تشيز كيك. بس انا بصراحة مش هعمل تشيز كيك، انا هعمل فكرة تانية بس في نفس الاطباق بتاعة التشيز كيك. طب انا جبتها منين؟ العلب ديت جبناها من عند الناس اللي بيبيعوا الاكياس والشنط البلاستيك. هتلاقي عندهم نفس الشكل دوت اللي بيتباع في المحلات، والولاد بيوقفوكي مامي عاوزين من دوت، وكمان اشكال كتير قوي وطعومة كتير. تعالي نعملها النهاردة بأبسط الحاجات. تعالي شوفي جبنا ايه. معانا بسكوت الشاي اللي هو السادة خالص. العبوة ديت كبيرة حوالي 150 جرام. بصي كده البسكوتة العريضة ديت، اي نوع بسكوت تفضليه طبعا. بس انا النوع ده كان كويس معايا، هتلاقيه منتشر جدا في الاسواق. اول طبقة هحطها من تحت في العلب بتاعتي هي البسكوت، هطحنه في الكبة بتاعتي. هفرمه فرم ناعم بحيث ان هو يتفرم خالص، يبقى حتت صغيرة قوي قوي. واحط عليه كمان حبة زبدة يعززوا طعمه كده ويخلوه ماسك نفسه شوية، ميبقاش مفرول قوي كده. الزبدة استعملت حوالي 3 معالق كبار، طبعا على حسب الكمية اللي انت عاملاها. انا عاملة 6 علب بس، ممكن تعملي اكتر، اعملي 10 12 على حسب افراد اسرتك. ضربت هنا البسكوت بتاعي مع الزبدة، وبرضو استخدمت اي نوع زبدة تحبيها، زبدة الحلويات معروفة بتبقى فرن او كذا، او زي ما انتي عندك زي ما تحبي. ادي البسكوت هبتدي بقى اوزعه على العلب بتاعتي كده، طبقة صغيرة قيمة معلقة كبيرة كده في كل علبة. بس حاولي تكون طبقة مش تخينة قوي عشان لسه هحط عليها طبقات تانية. ممكن تعملي طبقتين او 3 على حسب ما انتي تحبي، بس دي بتبقى القاعدة تحت يعني. البسكوت بتاعي اهوت، هبتدي بقى ان انا اضغط عليه كده بالمعلقة، معلقة صغيرة كده عشان الدنيا ما تتفرفتش منك اهي. وابتدي اسوي بقى المقدار كله كده بحيث ياخد قيمة مثلا ربع العلبة بتاعتك. ماشي. وهنبتدي ان احنا نركنه على جنب يمسك نفسه كده والزبدة تبرد فيه. هبتدي بقى اجيب حوالي نص كيلو لبن، هحط عليه 3 معالق كبار كاكاو خام، انا بستعمل هنا كاكاو دريم. احط عليه سكر حسب التحلية، ممكن 3 معالق كبار، وكمان معلقتين كبار نشا. هبتدي اقلب الخليط ده على البارد، طبعا اللبن ساقع هنا. قلبي كويس قوي على البارد، وبعدين ارفعيه على النار بحيث يمسك نفسه يبقى زي المهلبية كده. حطيته في علبة ليها بوز علشان اعرف ان انا اصبه جوه العلب بتاعتي. هتعرفي تدلقيه من الحلة مفيش مشكلة. عايز تستعملي مغرفة تستعملي اي حاجة بحيث تحطي بسهولة، والمقدار ما يخرجش منك بره او العلبة شكلها يتبهدل. تالت طبقة، وطبعا الطبقة اللي فاتت دي هنسيبها ترتاح خالص وتبرد خالص. كريم شانتيه عادي خالص، انا استعملت كريم شانتيه دريم. اضربيه كويس قوي بميه متلجه، بيبقى مكتوب على الكيس بتاعه فكره العمل بتاعته. وبعدين هتبتدي بقى ان انت توزعي كده بالمقدار بتاعك. استعملت كيس الحلواني علشان يظبط الدنيا معايا. حطيت كده كميه كده في كل علبه. طبعا ده مش الشكل النهائي، انا لسه هسويها كده بالمعلقه كده واظبطها. انا بس بشوف بوزعها الاول على العلب بتاعتي، وبعدين اشوف محتاجه ايه. يعني انا الكيس اللي هو بتاع دريم بصراحة كفى معايا المقدار، لازم انا حاطه طبقة رفيعة. يبقى احنا حطينا 3 طبقات. اول حاجة البسكوت، بعد كده المهلبية الشوكولاتة اللي احنا عملناها، واخر طبقة كانت الكريم شانتيه. عايز تستغني عنه وتخلي الطبقتين الاولين بس عادي، بس ده بيدي طعم احلى والولاد بيتشدوا قوي للشكل بتاعه. جبت بقى الصوصات اللي بتتباع عند مستلزمات الحلواني، صوص مثلا توت بري، صوص شوكولاتة، صوص اي صوص كراميل مثلا. الولاد بيحبوا مثلا صوص معين عندك دوري عليه هتلاقي. انا جبت الاكياس الصغيرة لان انا عاملة مقدار صغير بحيث الاولاد يدوقوا من كل حاجة. حطيتها كده بشكل عشوائي زي ما انت شايفة، بحيث ان هي ايه في الاخر كده انا هوزعها. ده بتاع التوت ده كان طعمه حلو قوي، والولاد علقوا عليه قالوا طعمه جميل، وكمان هو لونه كده حلو، لونه زي البنفسجي كده، فبيشدهم قوي اللون بتاعه. طبعا هنا بقى ابتديت اجيب خلة السنان او اللي هي بتاعة
شيش طاووق العصايه، وابتدي بقى شكلي كده وفنني بقى كده ووريهم الابداع. جميله تحفه قوي قوي. عملنا هوت كذا شكل كانهم كذا طعم. دخلت كمان الكراميل مع الشوكولاته، الشوكولاته بس لوحدها، وكل واحد بقى يختار اي علبه تحبه. على فكره ده ينفع فكره مشروع، ما تكلفتش ولا حاجه. اقعدي احسبيها كده وشوفي دي بتتباع بكام بره. حتى لو محلات بسيطه برضو بتبيعها غاليه، مش هتقل عن 45 جنيه مثلا او كذا. تعالي شوفي احنا ما كلفناهاش حاجه، احسبيها كده تلاقي مشروع مربح جدا. وكمان الولاد فرحوا قوي بيه ان احنا جبنا حاجه يعني بتاعت بره. هي الف هنا وشفا. جميل جدا. الله على الشكل النهائي بتاعه بقى على التلاجة بقى. سيبيه شويه كده يسقع ساعتين تلاتة، ووزعي عليهم بقى الطبقات جميله ومش نازله على بعض. هي هتبقى تحفه قوي قوي في الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالي بقى النهارده نشوف احنا عاملين الباتيه جميل قوي دوت بتاع الافران، وكمان عاملينه بحجم كده يليق للاولاد. ما يكونش كبير مثلا ضخم، لا وما يكونش صغير قوي. انا بصراحه الحجم ده كان مناسب ليا. كمان حشياه جبنه رومي من جوه، مورق وجميل مستوي صح، وجميل قوي 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 قوي. عايزه اقولك الولاد عملوا شاي بلبن وكلوه كله مره واحده. تعالي نشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا محضره طبعا دقيق اللي هو بتاع جميع الاستخدامات، وده اللبن اللي انا طلعته من الزبدة في الفيديو اللي قبله. شوف الفيديو اللي قبله، اما سيحنا الزبدة طلعنا منها اللبن ده. كوباية لبن، وطبعا المكونات بتاعت الخميرة بتاعتنا. الخميرة هي الفورية، وكيس بيكنج باودر، وربع كوباية زيت، وثلاث معالق او 4 معالق سكر صغيرين. طبعا الاول ببتدي باللبن وعليه الخميرة وعليه السكر، ده الاساس بتاع اي عجينة اصلا. انا بقى حطيت بقيه المكونات كمان وهقلب مره واحده. ممكن تختبري العجينه بتاع الخميره بتاعتك الاول قبل ما تبدأي. بعد الخطوه دي تسيبيها شويه تشوفيها هتفور ولا لا. بصراحه انا الخميره عندي كانت ممتازه. حطيت ربع كوبايه زيت، عليها بياض بيضه. بياض البيضه ده بيخلي العجينه جميله وطريه. وده الصفار لوحده اهو رجعته مكان البياض. واحط ظرف بيكنج باودر كامل على المخلوط بتاعي، وادي تقريبا معلقه كبيره خل. وتعالي بقى ننخل الدقيق بتاعنا علشان يديني النتيجة افضل. انا بصراحة حطيت السوائل الاول وهشوف هتاخد دقيق قد ايه. يعني الدقيق مش هقدر احدد لك مثلا كوبايتين او كوبايتين وربع، بحيث يكون الدقيق اللي عندي غير بتاعي. فحطيت السوائل الاول وهخدمها بالدقيق زي ما تاخد. عندي بقى الدقيق متعدد الاستخدامات زي ما قلنا. هنخله كويس قوي. وعلى فكرة في رشة ملح برضو المفروض ان انا حطيتها. وقلبي بقى براحتك كده في العجينة لحد ما تحصلي على عجينة متماسكة تقدري تمسكيها في ايديكي. طبعا المعلقة بقى مش هتنفع هنا، هبتدي ان انا اتدخل بايديا واطلع بقى الغيظ بتاعي فيها كله اهوت. اعجنيها حوالي ربع ساعة. لو عندك عجان طبعا برضو شغليها برضو بتاع 10 دقايق او ربع ساعة فيه. كل ما تعجني في العجينة تبقى معاكي طرية وجميلة وتتفرد بسرعة. ما تزهقيش من الخطوة ديت. سيبيها بقى تخمر في مكان دافي وغطيها كويس. انا غطيتها هنا اهوت وهسيبها حوالي ساعة الا ربع. طلعتها بقى تضاعف حجمها زي ما انت شايفة، يبقى انا ماشية صح. هبتدي بقى المها كده على رشة دقيق كده عشان افردها. انا بصراحة المقدار اللي انا عاملاه دوت هقسمه على مرتين. انا كنت مغيرة رأيي وهقسمه على 3، لقيتها لا مش مستاهلة. هقسمها الاول على كورتين. وطول ما انت مخدمة على عجينة كده وعمالة تعجني فيها كويس. طبعا عجينة مش ملزقة مظبوطة، لا هي ملزقة ولا هي ناشفة. وما تخافيش بياض البيضة دوت بيطري العجينة خالص. ولو عايزة تضيفي برضو لبن بودرة مفيش مشكلة، بس انا مستعملة اللبن اللي مطلعاه من الزبدة فهو بصراحة تحفة جدا. ادي عملناها كورتين، ركنت واحدة وهشتغل في واحدة. هبتدي بقى ان انا افردها كده بالرول بتاعتي. هفردها يعني زي مستطيل كبير كده زي ما انتي شايفة. رققتها قوي حوالي نص سنتي العجينة. رققيها وادهنيها بقى زبدة. انا استعملت زبدة فرن بتبقى كويسة قوي في المعجنات. عايز تستعملي جنة كريستال اي زبدة متاحة لحضرتك تستعمليها. دهنت بقى بالفرشة كده بس تكون الزبدة سايحة احسن، لان لو مجمدة بحرارة التلاجة هتلاقي نفسك استخدمتي كتير قوي.
انا حوالي سيحت هنا حوالي كوبايه الا ربع زبده، اشتغلت بيها طول الوقت. بصي بقى رشه النشا الجميله دي التركه بتاعت النهارده. رشه النشا دي هتورق لك العجينه وهتخليها احلى من بتاعه الفرن كمان، وفي نفس الوقت خفيفه مش مليانه سمنه. تعالي بقى نقطعها ازاي. شايفه الطريقه الجميله دي؟ تمسكي السكينه كده وخليكي حنينه على العجينه عشان متقطعيش كمان اللي تحتها، وابتدي اعملي خطوط مش متوصله ببعض. وتعالي شوف هنطبقها ازاي اهو بمنتهى السهوله. وكمان المفروض كل ما اطبق جزء ادهنه، بس انا كنت لسه ناسيه الخطوه ديت، هفتكرها معاكي اهو دلوقتي. جيبي الفرشه بتاعتك وادهني كل ما تطبقي حاجه، ادهنيها. يعني الوش ده قبل ما تقلبيه على دوت تروحي ايه مدياله دهنه كده بالفرشه كده، حبه زبده حلوين عشان في الاخر خالص تبقى مورقه معاكي زي بتاع الفرن بالظبط، ميبقاش مكتوب من جوه. اهو زي ما انت شايفه. انا بقى هطبق العجينه بالمنظر ده. طبعا ده مش الشكل النهائي، انا لسه بملى كده العجينه كده زبده واشبعها، بحيث ان انا لما اجي بقى اشكلها باتيه براحتي تبقى مورقه وتحفه، الزبده داخله فيها كلها. زي ما انت شايفه الشكل اللي قدامك كده، طبعا شكل مش منتظم قوي بس الزبده داخله في كل حته فيه. الجزء التاني من العجينه عملته بنفس الطريقه، حبيت اعمله معاكي تاني. بصي بقى مخدتش ايه، دي يعتبر معلقتين سمنه، والتانية برضو معلقتين سمنه، يعني مش كتير. تبقى تقيله في الاخر؟ لا ما تخافيش خالص، مش هتبقى تقيله ولا حاجه. هي اصلا الباتيه بيتورق بزبده او بسمنه. خليكي في الزبده احسن، ادت نتائج كويسه جدا وادت نتائج في النهايه وطعم حلو. تعالي اوريكي كمان رشه النشا اهي، ما تنسيهاش. اي نوع نشا تحبيه، حتى النشا السايبه برضو كويسه، رشه كده خفيفه اهي. التقطيعه مره تانية عشان تاخدي بالك منها. خط من فوق سيبي في النص، وكملي خطك عادي اهو، مربعات كده على قد ما تقدري. طب ليه بنعمل الخطوه دي؟ عشان لما اجي اقلب العجينه زي ما انت شايفه بطبقها على بعضها، اروح كمان مظبطاها بسنه سمنه. كل ما اطبق قطعه اروح ايه دهنها، بحيث كده العجينه تبقى إيه اتشبعت زبده وش وظهر. حاجه كده في النهايه هتدعيلي عليها، طعمها حلو قوي، والمكونات بتاعتها هو ولا حاجه خالص، كلها في البيت. وخصوصا كمان لما استخدمنا اللبن اللي طالع من الزبده، الواحد حاسس كده انه كان فيه خير في البيت، واستخدمنا كل حاجه ما رميناش حاجه خالص. نفس الطريقه بقى اهيت. طبعا المقدار دوت هيطلع لك حبه باتيه هوريهم لك اللي شفتيهم في الاول خالص. عايزه تزودي المقدار براحتك، بس انا شايفه تجربي الاول في مقدار زي كده هيبقى افضل. كل ما تقلبي العجينه تروحي دهناها. انا بقى سبتها تخمر تاني حوالي مثلا نص ساعه، وبعدين اشتغلت فيها وانا بفردها بقى كده، عماله تطلع فقاقيع، بمعنى كده انها هتطلع مورقه. تعالي بقى نشوف قطعتها ازاي. فردتها مربع كبير برضو، وادي مستطيلات طويله كده بالطول. محضره جبنه رومي مبشوره، بشر خشن شويه. ما استخدمتش جبنه رومي كتير على فكره، انت بتحطي بس حته صغيره كده في القطعه اللي احنا قاطعينها ديت. حتتين جبنه كده يديكي ايه طعم. ممكن جبنه اسطنبولي، جبنه ليها طعم يعني، جبنه مملحه شويه. وهبتدي بقى ارول العجينه بتاعتي عليها اهي. بصي كده، ايوه تحفه. روليها بقى بالحجم اللي يعجبك، بس انا شايفه ان ده حجم مناسب لانها لسه هيتضاعف حجمها تاني. صاج بقى بتاع الفرن وعليه ورقه زبده عشان مفيش حاجه تلزق فيه، وحطي الباتيه بتاعك فيه اهو. بنقطع الجزء التاني بعد ما سيبناها تخمر. خلي بالك احنا خمرناها كده مرتين. ادي بقى قطعناها بالطول تاني اهوت، وهبتدي امسك كل حته من العجينه احط في اولها حته جبنه صغيره اهي، تديكي طعم جميل. بس ابعدي عن النستو او الجبنه اللي هي ملهاش طعم، اللي هي ملهاش ملح يعني، دي احلى بكتير اهي. تطبقي العجينه بتاعتك كده وتخلي الجزء الاخير بتاعها في الصينيه من تحت. خلصت خلاص. تعالي بقى نجيب الصفار بتاع البيضه، نحط عليه معلقه لبن كده، ونحط له نقطتين فانيليا، ودهني وش العجينه بيه دوت صفار البيض، وعليه معلقه لبن وشويه فانيليا علشان يدوكي ريحه حلوه كمان للباتيه. ادي بصي انا بعدها عن بعضه ازاي، لانه لسه حجمه هيكبر سنه كمان. بعد ما دهناه كده وشه كله، حطي بقى سمسم. انا كان عندي شويه سمسم كده ظبطت بيهم. خدمي على العجينه بتاعتك كده، بس ما تخليش السائل اللي تدهني بيه ينزل لتحت عشان ما يتحرقش في الصينيه.
ده سمسم يا جماعة، شوية سمسم كده حلوين، شوية حبة البركة. ما عندكيش حبة البركة مش مشكلة، بس هما في الفرن بيعملوا كده عشان الولاد ايه يحسوا ان هما، لا الله على الفرن بقى السخن بتاعك على درجة حرارة 180، استوى خالص. طبعا انا سبته يخمر بس يعني 10 دقايق كده، وبعد كده حطيته في الفرن. الله على الجمال، الف هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. تعالي شوفي بقى الحلويات اللي عملناها دي، فطيرة خلية النحل. حاجة كده سهلة وجميلة، وفطير كده قطني وجميل خالص، سهل وطري وشكله تحفة بصراحة. عجينة مضمونة وممتازة. تعالى اقولك عملتها ازاي. المقادير بتاعتنا هيبقى الدقيق طبعا بيفرق قوي في العجن. هتجيبي دقيق متعدد الاستخدامات، وهتجيبي كمان كوباية لبن دافي، معلقة خل، بيضاية هنقسمها البياض لوحده والصفار لوحده، بيضة واحدة بس، وربع كوباية زيت، وثلاث معالق سكر وفانيليا، وطبعا كيس خميرة. تعالي بقى في طبق واسع هنحط المقادير بتاعتنا بالتدريج. اول حاجة اللبن، بعد كده الخل، بعد كده كيس خميرة الفورية، والسكر طبعا بيشغلها. ولازم تعرفي ان هي ديت الحاجات الاساسية في العجينة. كل مرة هنحط خميرة نحط عليها سكر. وطبعا الحلو قوي ان هي اتعملت بربع كوباية زيت بس. وهحط بياض البيض بتاعي، وحوالي نص معلقة او معلقة صغيرة من الفانيليا. هقلب المكونات السايبة دي كلها مع بعض الاول. بس يعني احس ان هم اندمجوا مع بعض كويس قوي، فهقلبهم بالمضرب السلك احسن. لقيت المعلقة مش نافعة قوي اهي. قلبتهم حلو جدا زي ما انت شايفة، اندمجوا مع بعض خالص. هبتدي بقى انزل بالدقيق بتاعي، وخلي بالك ان كل واحد فينا الدقيق بتاعه مختلف، بس اهم حاجة يكون حاجة للفطاير والمتعددة الاستخدامات. انا هبتدي بقى اعجن كده. الدقيق بتاعي نزلت معلقة يعني كوباية في كوباية كده. هي في النهاية خدت مني 3 كوبايات، بس في النهاية هيديني عجينة بتكون مش ملزقة في ايديا. كنت ناسي رشة الملح، حطيتها في المرحلة ديت. وبعدين هبتدي ان انا اعجنهم مع بعض كويس قوي. منفعش طبعا المعلقة خلاص، هدخل ايديا بقى. اعجني بقى على قد ما تقدري، وطلعي كل غيظك من العيال فيها. اعجني حوالي ربع ساعة. لو عندك عجان يبقى طبعا كويس قوي. انا بقى خدتها كده عجنتها بايديا مرة واتنين وتلاتة، وبعدين بقى رحت نقلها على الرخامة بقى. رشيت رشة دقيق، وبعدين ابتديت ان انا بوريك انها لازقه في ايديا لسه، فطبعا هحط لها حبه دقيق كده في حبه دقيق لحد ما تبقاش ملزقه خالص. خدتها بقى على الرخامه، وابتديت ان انا افرد فيها كده يعني يمين وشمال كده، بحيث ان هي تتدعك كويس قوي، تتعجن كويس قوي في بعضها. حوالي 10 دقايق، ربع ساعه مش اقل، علشان تطلع معاكي عجينه طريه وتخمر صح. لو ما عملتيش الخطوة ديت العجينة هتبقى بتمط كده معاكي، وهتبقى سيئة. هسيبها بعد كده بقى تخمر. غطيتها وبعدين هحطها مثلا الفرن تكوني مولعاه وطفياه، بحيث ان هو يبقى دافي مش سخن. انا حطيتها حوالي ساعة الا ربع تخمر. بقت ده منظرها، تضاعفت حجمها، تحفة ما شاء الله. وحاجة كده بيضة، المعلقة الخل بيضت الخميرة خالص وخلتها شكلها جميل. هبتدي بقى انا المها كده واخدها على القرمة بتاعتي عشان اقطعها. هقطعها حوالي كور صغيرة كده. طبعا تقطعيها بالطريقة اللي انت عاوزاها، بس انا قطعتها بالسكينة الحقيقة. هنا كنت بكمل عليها عجنها كده عشان اسويها. قسمتها نصين الاول، كل نص بقى تاخديه تروحي مقطعة منه كده زي ما انت عاوزة الكور بتاعتك. يعني مثلا هتاخدي اول جزء تاني جزء، المهم يبقوا قد بعض في الاخر. باي طريقة بقى تحبيها. عندك قطعة عجين قطعي، ما عندكيش زي حالاتي جيبي بالسكينة. خدت الكرة الاولانية هعملها في حجم الليمونة، الليمونة الكبيرة يعني، ما تكونش لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. هبتدي ان انا اكورهم كلهم كور قد بعض. اهم حاجة تبقى قد بعض عشان الشكل النهائي اللي انت شفتيه. وهركنها كده في الصينية، وهبتدي طبعا اغطيها عشان ما تنشفش على ما اخلص، لان لسه هعملهم هيطلعوا حوالي 40 كورة. تمام. بعد ما يعني عملتهم بقى كور، هبتدي اشوف الحشو ايه. انا كان عندي جبنة نستو في التلاجة، كانت بقالها فترة يعني محدش اكلها وكده. الحشو ده بقى بتاعك انتي بقى، اي حاجة تحبيها. جبنة رومي. انا قطعت النستو زي ما انت شايفة كده حتت صغيرة عشان تبقى متناسبة مع الكور بتاعتي. هجيب بقى صينية حلوة كده حوالي مقاس 28. ماشي. ظبطتها بالزبدة زي ما انت شايفة كده في الحروف بتاعتها كمان، عشان لما الكور تتحط فيها بتاعت العجينة وتتضاعف ما تلزقش فيها
خالص. بصي بطنتها حلوة قوي بالزبدة. ادي جبنة النستو بعد ما قطعتها كده كور صغيرة. هحط بقى هعمل حفرة كده في اول كورة بتاعتي. الكورة ديت خدت حتة صغيرة قوي اهو زي ما انت شايفة. هبتدي ان انا اقفلها بالشكل ده اهي. بقت كورة جميلة اهي. احطها بقى في الصينية اللي احنا دهناها. هبتدي بقى اكرر اللي انا عملته دوت لحد ما الحشو بتاعي يخلص. عايزة تحشي مثلا شوكولاتة اللي هي بتاعة الطبخ ديت، بتبقى مثلا مربعات كده، صغريها وحطيها فيها ما يجراش حاجة. عايزة تكملي جبنة موتزاريلا ما يجراش حاجة. الحشو ده بتاعك انت. ادي الكور بعد ما خلصتها كلها. هبتدي بقى الصفار اللي كنا شايلينه على جنب، حطيت له معلقة لبن وشوية فانيليا. معلقة لبن وشوية فانيليا، وابتديت ان انا ادهن بيه وش كل الكور اللي عندي اللي انا عملتها من العجينة. ادهنهم كويس كده وشها بس. وطبعا الخطوة ديت حلوة جدا لانها هتدي لون حلو قوي لوش العجينة. هتلاقيها بقى كده لونها زي بتاع الافران بالظبط. وغير كده كمان لما جيت احط بقى السمسم عليها، السمسم طبعا هيبتدي ان هو يثبت على الوش اهو. زي ما انت شايفة حطينا كده شوية سمسم كده بسيط. او عايزة تحطي حبة البركة حطي، بس انا عندي الاولاد يعني مش بيحبوها قوي عشان معايا اطفال صغيرة. ادي السمسم اهوت كده هيديكي بقى شكل تحفة لما تستوي. هبتدي كمان بعد ما اخلص الخطوة ديت وارش السمسم على وشها كلها، هسيبها تخمر تاني حوالي برضو ساعة الا ربع. غطيتها وسبتها في مكان دافي. بصي بقى بعد ما خمرت الكور ابتدت تلزق في بعض، خدت الشكل اللي انا عاوزاه. الله على الجمال، بسم الله ما شاء الله، استوت اهي تحفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى نشوف الحلويات الحلوة دي والجاتو شاتو القمر دوت عملناه ازاي، وازاي صوص الشوكولاتة حلو كده وبيلمع، وكمان سمكه كده كويس، مش مثلا خفيف ولا تقيل، لا مظبوط. وزيناها بقى بكريم شانتيه وقلبناها تورته. المفروض الجاتوه شاتو اصلا المفروض بيتعمل في صينيه مثلا مربعه عشان يبقى شبه الجاتوه، انما انا حبيت اعمل شويه تغييرات كده واضحك على الاولاد واقول لهم يلا بقى التورته الجميله وتعالوا زينوها معايا وساعدوني. واللي غسل الفراوله بقى واللي قاعد يقول لي يا ماما اعملي كده. تعالى نشوف بقى الحاجات الحلوه اللي ما تكلفتش حاجه خالص وحاجات موجوده عندنا في البيت. شكلها تحفه بصراحه، عجبت الولاد قوي. تعالي فرحي ولادك في الاجازه وقطعي لهم بقى كده وساعديهم. تعالي نشوف عملناها ازاي. اول حاجه المقادير بتاعتنا كوبايه كوبايه كوبايه، كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه زيت. واستعملي زيت يكون كويس علشان ريحته ما تبانش في الكيكه. كل حاجه نعملها في الخلاط مع طبعا نص كوبايه كاكاو خام، بيضتين اتنين بس، كيسين فانيليا، كيس بيكنج باودر. ابتدي احط في الخلاط بقى التلات كوبايات الرئيسيين بتوعي اللي هما اللبن والسكر والزيت والنص كوبايه كاكاو خام. كل ما تجيبي الكاكاو الخام نوع كويس هيطلع معاكي النتيجة كويسة. ضربتهم كام ضربة لقيت الصوص تقل معايا وبقى بالشكل الجميل التحفة اللي قدامك دوت، والزيت ملمعه كده وحلو قوي. هاخد نص المقدار اشيله على جنب وهبتدي اشتغل في النص التاني. هخفه شوية بقى ببيضتين لان طبعا الصوص تقيل زي ما انت شايفة. هكمل بقى الكيكة بتاعتي، احط البيضتين بتوعي وبعدين احط عليهم كيسين الفانيليا. الفانيليا هنا اختياري لان طبعا كيكات الشوكولاتة مش بتبقى فيها اي ريحة مش كويسة، هتبقى عندك ممتازة. لو ما حطيتيش فانيليا برضو عادي. الكاكاو الخام هيقوم بالواجب. اضربيهم كويس في الخلاط بحيث ان هما يمتزجوا جدا مع بعض. حسيت هنا الكيكة محتاجة شوية سكر كده، قيمة ربع كوباية بس، لان انا عندي الاولاد بيحبوا الحاجة مسكرة شويتين. ضربتهم كويس ونقلتهم في طبق. هبتدي بقى احط البيكنج باودر والدقيق، كوباية دقيق برضو بنفس الكوباية المعيارية اللي بتشتغلي بيها طول الوصفة. رشة ملح خفيفة بقى كده عشان تظبط لي الطعم. هبتدي ادخل الدقيق بتاعي كويس قوي واقلب بقى في طبق مناسب زي ما انتي شايفة كده، بحيث ما يبقاش فيه دقيق باين خالص. ممكن تقلبيها بايدك كده بالمضرب اليدوي دوت او بمضرب البيض زي ما انتي عاوزة خالص، بحيث ان انتي تطلعي الكيكة بتاعتك تكون العجينة بتاعتها مش تقيلة ولا خفيفة. انا حسيت ان العجينة بتاعتي لسه خفيفة شوية، فبصراحة حطيت ربع كوباية دقيق كمان علشان تظبط لي القوام، لان مثلا الدقيق بتاعنا بيختلف عن بعضه، فمش شرط الوصفة تمشي بالظبط بنفس كمية الدقيق، لا انا احتاجت كمان ربع كوباية دقيق.
لما حطيتها حسيت ان خلاص القوام اللي انا عاوزاه هو ظبط اهوت. بوريها لك اهي سمك العجينة بقى ممتاز. طبعا هنا العجينة ريحتها تحفة بصراحة من قبل ما تستوي، لان الكاكاو الخام اللي مستعملينه ممتاز. فرن طبعا مجهزاه من قبل ما ابدأ اصلا في الكيكة على درجة حرارة 180، مجهزاه وسخن خلاص. هبتدي احط في صينية مقاس 26 او 24 كمان. ابتديت بقى، طلعت بقى بعد حوالي نص ساعة بالظبط ممتازة وجميلة. قلبتها في طبق بعد ما استريحت شوية وهديت. جبت النص التاني اللي كنا حايشينه من الشوكولاتة وخفيته بندعة لبن صغيرين قوي، وابتديت ادهن بيه زي ما انت شايفة. تحفة وشكله جميل. كمان كنت دلعتها بقى شوية وجبت كريم شانتيه، ممكن تقدميها كده بس. جبت كريم شانتيه بقى حوالي كيس، اللي هو الدريم. بيتحط عليه يعني كوباية صغيرة من المية المتلجة. واشتغلي بقى زي ما انتي عاوزة، ممكن تزوقيها بأي طريقة تعجبك. حتى ممكن تاخدي رأي الأولاد، قول لهم يا ولاد يعني أزينها ازاي، أحط عليها ايه، اقتراحاتكم. هتلاقيهم كمان أبدعوا معاكي واتبسطوا قوي قوي، لأن بصراحة الحاجات دي بتسليهم وبتشغل وقتهم، وفي نفس الوقت طعمة ولذيذة. وزي ما انت شفتي كل إمكانياتها معانا في البيت ومفيش حاجة صعبة خالص. زيني طبعا، التزيين ده حاجة ليكي انتي. لو مفيش زينة خالص هي لوحدها اصلا طعمها حكاية. الله على الجمال، شكلها لوحده تحفة. حطيها في التلاجة بقى، يلا جربيها، الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي النهاردة بقى نعمل الأكلة الجميلة اللي كلنا بنحبها، الكفتة المشوية في البيت. وكمان بنص كيلو لحمة بس. ازاي نكتر الكمية شوية كده ونخلي الصباع كبير وما بيكشش. اكيد في تريكات كده وحاجات هنعملها مع بعض، بحيث ان احنا نشوف ايه اللي هيخلي الكفتة بالجمال والحلاوة ديت وباللون اللي انت شايفاه دوت. وكمان بقى الطعم الحلو خالص اللي مضمون. وكمان بنص كيلو لحمة يعني تعتبر بأكلة اقتصادية. طبعا اللحمة اسعارها غليت خالص، بس المفرومة ممكن تبقى اهون شوية. تعالي نشوف عملناها ازاي. ادي النص كيلو كفتة، اسفل لحمة مفرومة عليه ربع كيلو بطاطس مهروسة من غير ملح ولا فلفل ولا اي حاجة خالص. بطاطس مسلوقة ومهروسة كويس جدا. بصلة، فلفل احمر، شوية بقدونس، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل والسبع بهارات. الكبة بتاعتي بقى احط فيها البصلة والفلفل والبقدونس والتوابل، وتعالي نلفهم مع بعض كده ونفرمهم ناعم قوي. لو عايزة تحطي فلفل حامي حلو برضو، بس يعني ما حبيتش اخليها حامية قوي عشان الولاد الصغيرين يعرفوا ياكلوها. انا طحنتها طحن ناعم اهوت وحطيتها على البطاطس اللي مهروسة كويس جدا جدا. بس مش عليها اي توابل، هكتفي بالتوابل اللي انا حطاها على الكمية كلها. كمية البطاطس حوالي نص اللحمة، يعني اللحمة نص يبقى البطاطس ربع كيلو. طب ايه فايدة البطاطس؟ اولا هتديها طعمها حلو، بعدين هتكترها. هبتدي ان انا اعجن الخلطة بتاعتي دي كلها في قلب بعضها كده. انا بصراحة عملتها بالمعلقة، حسيت ان انا مش عارفة اعملها قوي فبعملها بايديا. حسيت برضو ان انا مش عارفة اخلطها عدل كده في بعضها، فهلفها لفتين في الكبة. بس هقسم المقدار علشان الكبة بتاعتي تقدر تعملهولي بفرن كويس. هبتدي بقى هنا اخدها لفة كده في الكبة مش كتير، بحيث ان هي تنعم والمكونات كلها الجميلة اللي احنا حطيناها ديت تخش في بعضها وتطلع لي عجينة ممتازة. وبعد ما تطلع حطيها في التلاجة شوية بحيث تستريح، وبعدين نبتدي نشتغل فيها. تعالي بقى نشوف هنشتغلها ازاي. حطينا حوالي ربع كوباية زيت كده او نص كوباية، عليهم ملح وفلفل وبابريكا. ديت الخلطة الحلوة اللي احنا هنقلبها في بعضها علشان نحط ايدينا فيها ونصبع الكفتة. طبعا لو عندك سيخ تصبعي عليه يبقى حلو قوي. ما عندكيش هاتي السيخ اللي هو بيبقى جاي مع البوتاجاز نفسه مع الفرن، بيبقى فيه سيخ كده اللي هو بنحط فيه الفراخ ده عشان تتحمر في الفرن. بصراحة انا صبعت عليه. عندك مثلا عيدان شيش طاووق يمشي الحال برضو. انا بصراحة هشويها في الفرن، فحضرت صينية فيها معلقة زبدة او سمنة زي متاح عندك، او ممكن زيت. كنت ناسية حاجة مهمة خالص اللي هي البيكنج باودر اللي هيخليها نافشة كده وحلوة وما تكشش، ويخلي لحمتها طرية ومش مكتومة.
حطيته وعجنتها من الاول تاني، وبعدين هبتدي بقى احط ايدي في الخلطة الحلوة ديت اللي هي زيت وبابريكا وملح وفلفل. البابريكا هتدي لون احمر حلو للحمة بتاعتي، والملح والفلفل والزيت عشان اعرف امسك الكفتة بتاعتي حلو واصبعها. بصي بقى الصباع طالع مظبوط، بتصبع زي بالظبط احسن حاجة، وفي نفس الوقت الكمية هتكتر معايا. شوفي مثلا نص كيلو بس بتعمليه بيطلع لك كام صباع، عدي انتي على حسب ما بتحبي. انا عامله الصوابع كبيره شويه زي ما انت شايفه، عشان طلعت معايا في الحجم ده، طلعت 16 صباع. طبعا البطاطس كترتها شويه وهديتها قيمه غذائيه برضو، شبع يعني من كله. حطيتها في فرن سخن على درجه حراره 200، قعدت حوالي تلت ساعه او كذا، شوفي على حسب الفرن بتاعك. الله على الحلاوه والريحه الجميله. شوفي بقى، بصي عامله ازاي، مش مكتومه من جوه، جوسي قوي وطريه، وفي نفس الوقت مكوناتها مندمجه مع بعضها. ممكن تحط لها فحمايه بعد ما تطلع من الفرن، وبتبقى برضو طعمها حلو. طعم الشوي انا ما كانش عندي متاح فحم. طبعا محضره معاها بقى سلطه طحينه وسلطه خضراء اللي هي سلطه الحياتي، مقطعه الخضار كبير، طماطم وفلفل وخيار وبصل، وحطيت عليهم شويه ملح وليمون. هاخد بقى الصباع اللي انا قطعته كده، يمكن بس ادوقها بس كده على جنب. حطيتها في الرغيف بتاعي البلدي. عايزه تحطي مثلا في رغيف فينو، وعايزه تاكلوها مع رز، مع مكرونه، تنفع مع اي حاجه. غدوه جميله ما تكلفتش كتير، وكترت الكميه، كله كل الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالي بقى النهارده نشوف احنا عاملين الباتيه الجميل قوي دوت بتاع الافران، وكمان عاملينه بحجم كده يليق للاولاد، ما يكونش كبير مثلا ضخم، لا وما يكونش صغير قوي. انا بصراحه الحجم ده كان مناسب ليا. كمان حشياه جبنه رومي من جوه، مورق وجميل مستوي صح، وجميل قوي 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 قوي. عايزه اقولك الولاد عملوا شاي بلبن وكلوه كله مره واحده. تعالي نشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا محضره طبعا دقيق اللي هو بتاع جميع الاستخدامات، وده اللبن اللي انا طلعته من الزبده في الفيديو اللي قبله. شوف الفيديو اللي قبله، اما سيحنا الزبده طلعنا منها اللبن ده، كوبايه لبن. وطبعا المكونات بتاعت الخميره بتاعتنا، الخميره هي الفوريه، وكيس بيكنج باودر، وربع كوبايه زيت، وثلاث معالق او 4 معالق سكر صغيرين. طبعا الاول ببتدي باللبن وعليه الخميره وعليه السكر، ده الاساس بتاع اي عجينه اصلا. انا بقى حطيت بقيه المكونات كمان وهقلب مره واحده. ممكن تختبري العجينه بتاع الخميره بتاعتك الاول قبل ما تبدأي، بعد الخطوه دي تسيبيها شويه تشوفيها هتفور ولا لا. بصراحه انا الخميره عندي كانت ممتازه. حطيت ربع كوبايه زيت، عليها بياض بيضه. بياض البيضه ده بيخلي العجينه جميله وطريه. وده الصفار لوحده اهو رجعته مكان البياض. واحط ظرف بيكنج باودر كامل على المخلوط بتاعي، وادي تقريبا معلقه كبيره خل. وتعالي بقى ننخل الدقيق بتاعنا علشان يديني النتيجه افضل. انا بصراحه حطيت السوائل الاول، وهشوف هتاخد دقيق قد ايه. يعني الدقيق مش هقدر احدد لك مثلا كوبايتين او كوبايتين وربع، بحيث يكون الدقيق اللي عندي غير بتاعي. فحطيت السوائل الاول وهخدمها بالدقيق زي ما تاخد. عندي بقى الدقيق متعدد الاستخدامات زي ما قلنا، هنخله كويس قوي. وعلى فكره في رشه ملح برضو المفروض ان انا حطيتها. وقلبي بقى براحتك كده في العجينه لحد ما تحصلي على عجينه متماسكه تقدري تمسكيها في ايديكي. طبعا المعلقه بقى مش هتنفع هنا، هبتدي ان انا اتدخل بايديا واطلع بقى الغيظ بتاعي فيها كله اهوت. اعجنيها حوالي ربع ساعه. لو عندك عجان طبعا برضو شغليها برضو بتاع 10 دقايق او ربع ساعه فيه. كل ما تعجني في العجينه تبقى معاكي طريه وجميله وتتفرد بسرعه. ما تزهقيش من الخطوه ديت. سيبيها بقى تخمر في مكان دافي وغطيها كويس. انا غطيتها هنا اهوت وهسيبها حوالي ساعه الا ربع. طلعتها بقى تضاعف حجمها زي ما انت شايفه، يبقى انا ماشيه صح. هبتدي بقى المها كده على رشه دقيق كده عشان افردها. انا بصراحه المقدار اللي انا عاملاه دوت هقسمه على مرتين. انا كنت مغيره رايي وهقسمه على 3، لقيتها لا مش مستاهله. هقسمها الاول على كورتين. وطول ما انت مخدمه على العجينه كده وعماله تعجني فيها كويس، طبعا عجينه مش ملزقه مظبوطه، لا هي ملزقه ولا هي ناشفه. وما تخافيش، بياض البيضه دوت بيطري العجينه خالص
ولو عايزه تضيفي برضو لبن بودره مفيش مشكله، بس انا مستعمله اللبن اللي مطلعاه من الزبده، فهو بصراحه تحفه جدا. ادي عملناها كورتين، ركنت واحده وهشتغل في واحده. هبتدي بقى ان انا افردها كده بالرول بتاعتي. هفردها يعني زي مستطيل كبير كده زي ما انتي شايفه. رققتها قوي حوالي نص سنتي العجينه. رققيها وادهنيها بقى زبده، انا استعملت زبده فرن، بتبقى كويسه قوي في المعجنات. عايز تستعملي جنة كريستال، اي زبدة متاحة لحضرتك تستعمليها. دهنت بقى بالفرشة كده، بس تكون الزبدة سايحة احسن، لان لو مجمدة بحرارة التلاجة هتلاقي نفسك استخدمتي كتير قوي. انا حوالي سيحت هنا حوالي كوباية الا ربع زبدة، اشتغلت بيها طول الوقت. بصي بقى رشة النشا الجميلة دي التركة بتاعت النهاردة. رشة النشا دي هتورق لك العجينة وهتخليها احلى من بتاعة الفرن كمان، وفي نفس الوقت خفيفة مش مليانة سمنة. تعالي بقى نقطعها ازاي. شايفة الطريقة الجميلة دي؟ تمسكي السكينة كده وخليكي حنينة على العجينة عشان متقطعيش كمان اللي تحتها، وابتدي اعملي خطوط مش متوصلة ببعض. وتعالي شوف هنطبقها ازاي اهو بمنتهى السهولة. وكمان المفروض كل ما اطبق جزء ادهنه، بس انا كنت لسه ناسية الخطوة ديت، هفتكرها معاكي اهو دلوقتي. جيبي الفرشة بتاعتك وادهني كل ما تطبقي حاجة ادهنيها. يعني الوش ده قبل ما تقلبيه على دوت تروحي ايه بتديله دهنه كده بالفرشه كده، حبه زبده حلوين، عشان في الاخر خالص تبقى مورقه معاكي زي بتاع الفرن بالظبط، ميبقاش مكتوب من جوه. اهو زي ما انت شايفه. انا بقى هطبق العجينه بالمنظر ده، طبعا ده مش الشكل النهائي، انا لسه بملى كده العجينه كده زبده واشبعها، بحيث ان انا لما اجي بقى اشكلها باتيه براحتي تبقى مورقه وتحفه، الزبده داخله فيها كلها. زي ما انت شايفه الشكل اللي قدامك كده، طبعا شكل مش منتظم قوي، بس الزبده داخله في كل حته فيه. الجزء التاني من العجينه عملته بنفس الطريقه، حبيت اعمله معاكي تاني. بصي بقى مخدتش ايه، دي يعتبر معلقتين سمنه، والتانية برضو معلقتين سمنه، يعني مش كتير. إيه تبقى تقيله في الاخر؟ لا ما تخافيش خالص، مش هتبقى تقيله ولا حاجه. هي اصلا الباتيه بيتورق بزبده او بسمنه، خليكي في الزبده احسن، ادت نتائج كويسه جدا، وادت نتائج في النهايه وطعم حلو. تعالي اوريكي كمان رشة النشا اهي، ما تنسيهاش، اي نوع نشا تحبيه، حتى النشا السايبة برضو كويسة، رشة كده خفيفة اهي. التقطيعة مرة تانية عشان تاخدي بالك منها. خط من فوق سيبي في النص، وكملي خطك عادي اهو، مربعات كده على قد ما تقدري. طب ليه بنعمل الخطوة دي؟ عشان لما اجي اقلب العجينة زي ما انت شايفة بطبقها على بعضها، اروح كمان مظبطاها بسنة سمنة. كل ما اطبق قطعة اروح ايه دهنها، بحيث كده العجينة تبقى إيه اتشبعت زبدة وش وظهر. حاجة كده في النهاية هتدعيلي عليها، طعمها حلو قوي، والمكونات بتاعتها هو ولا حاجة خالص، كلها في البيت. وخصوصا كمان لما استخدمنا اللبن اللي طالع من الزبدة، الواحد حاسس كده انه كان فيه خير في البيت، واستخدمنا كل حاجة، ما رميناش حاجة خالص. نفس الطريقة بقى اهيت. طبعا المقدار دوت هيطلع لك حبة باتيه هوريهم لك اللي شفتيهم في الاول خالص. عايزة تزودي المقدار براحتك، بس انا شايفة تجربي الاول في مقدار زي كده هيبقى افضل. كل ما تقلبي العجينة تروحي دهناها. انا بقى سبتها تخمر تاني حوالي مثلا نص ساعة، وبعدين اشتغلت فيها وانا بفردها بقى كده، عمالة تطلع فقاقيع، بمعنى كده انها هتطلع مورقة. تعالي بقى نشوف قطعتها ازاي. فردتها مربع كبير برضو، وادي مستطيلات طويلة كده بالطول. محضرة جبنة رومي مبشورة، بشر خشن شوية. ما استخدمتش جبنة رومي كتير على فكرة، انتي بتحطي بس حتة صغيرة كده في القطعة اللي احنا قاطعينها ديت. حتتين جبنة كده يديكي ايه طعم، ممكن جبنة اسطنبولي، جبنة ليها طعم يعني، جبنة مملحة شوية. وهبتدي بقى ارول العجينة بتاعتي عليها اهي. بصي كده، ايوه تحفة. روليها بقى بالحجم اللي يعجبك، بس انا شايفة ان ده حجم مناسب لانها لسه هيتضاعف حجمها تاني. صاج بقى بتاع الفرن وعليه ورقة زبدة عشان مفيش حاجة تلزق فيه، وحطي الباتيه بتاعك فيه اهو. بنقطع الجزء التاني بعد ما سيبناها تخمر، خلي بالك احنا خمرناها كده مرتين. ادي بقى قطعناها بالطول تاني اهوت، وهبتدي امسك كل حتة من العجينة احط في اولها حتة جبنة صغيرة اهي، تديكي طعم جميل، بس ابعدي عن النستو او الجبنة اللي هي ملهاش طعم، اللي هي ملهاش ملح يعني، دي احلى بكتير اهي.
تطبقي العجينة بتاعتك كده وتخلي الجزء الاخير بتاعها في الصينية من تحت. خلصت خلاص. تعالي بقى نجيب الصفار بتاع البيضة، نحط عليه معلقة لبن كده ونحط له نقطتين فانيليا، ودهني وش العجينة بيه دوت صفار البيض، وعليه معلقة لبن وشوية فانيليا علشان يدوكي ريحة حلوة كمان للباتيه. ادي بصي انا بعداه عن بعضه ازاي، لانه لسه حجمه هيكبر سنة كمان. بعد ما دهناه كده وشه كله، حطي بقى سمسم. انا كان عندي شوية سمسم كده ظبطت بيهم. خدمي على العجينة بتاعتك كده، بس ما تخليش السائل اللي تدهني بيه ينزل لتحت عشان ما يتحرقش في الصينية. ده سمسم يا جماعة، شوية سمسم كده حلوين، شوية حبة البركة. ما عندكيش حبة البركة مش مشكلة، بس هما في الفرن بيعملوا كده عشان الولاد يحسوا ان هما، لا الله على الفرن بقى السخن بتاعك على درجة حرارة 180. استوى خالص. طبعا انا سبته يخمر بس يعني 10 دقايق كده، وبعد كده حطيته في الفرن. الله على الجمال، الف هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى نعمل الاطباق اللي الولاد منجذبين ليها جدا بره، وبيكون سعرها غالي كمان. الايه تشيز كيك. بس انا بصراحة مش هعمل تشيز كيك، انا هعمل فكرة تانية بس في نفس الاطباق بتاعة التشيز كيك. طب انا جبتها منين العلب ديت؟ جبناها من عند الناس اللي بيبيعوا الاكياس والشنط البلاستيك. هتلاقي عندهم نفس الشكل دوت اللي بيتباع في المحلات، والولاد بيوقفوكي مامي عاوزين من دوت، وكمان اشكال كتير قوي وطعومه كتير. تعالي نعملها النهارده بابسط الحاجات. تعالي شوفي جبنا ايه. معانا بسكوت الشاي اللي هو الساده خالص. العبوه ديت كبيره حوالي 150 جرام. بصي كده البسكوته العريضه ديت، اي نوع بسكوت تفضليه طبعا. بس انا النوع ده كان كويس معايا، هتلاقيه منتشر جدا في الاسواق. اول طبقه هحطها من تحت في العلب بتاعتي هي البسكوت، هطحنه في الكبه بتاعتي. هفرمه فرم ناعم بحيث ان هو يتفرم خالص، يبقى حتت صغيره قوي قوي. واحط عليه كمان حبه زبده يعززوا طعمه كده ويخلوه ماسك نفسه شويه، ميبقاش مفرول قوي كده. الزبده استعملت حوالي 3 معالق كبار، طبعا على حسب الكميه اللي انت عاملاها. انا عامله 6 علب بس، ممكن تعملي اكتر، اعملي 10 12 على حسب افراد اسرتك. ضربت هنا البسكوت بتاعي مع الزبده، وبرضو استخدمت اي نوع زبدة تحبيها. زبدة الحلويات معروفة بتبقى فرن او كذا، او زي ما انتي عندك زي ما تحبي. ادي البسكوت هبتدي بقى اوزعه على العلب بتاعتي كده، طبقة صغيرة قيمة معلقة كبيرة كده في كل علبة. بس حاولي تكون طبقة مش تخينة قوي عشان لسه هحط عليها طبقات تانية. ممكن تعملي طبقتين او 3 على حسب ما انتي تحبي، بس دي بتبقى القاعدة تحت يعني. البسكوت بتاعي اهوت، هبتدي بقى ان انا اضغط عليه كده بالمعلقة، معلقة صغيرة كده عشان الدنيا ما تتفرفتش منك اهي. وابتدي اسوي بقى المقدار كله كده بحيث ياخد قيمة مثلا ربع العلبة بتاعتك. ماشي. وهنبتدي ان احنا نركنه على جنب يمسك نفسه كده والزبدة تبرد فيه. هبتدي بقى اجيب حوالي نص كيلو لبن، هحط عليه 3 معالق كبار كاكاو خام، انا بستعمل هنا كاكاو دريم. احط عليه سكر حسب التحلية، ممكن 3 معالق كبار، وكمان معلقتين كبار نشا. هبتدي اقلب الخليط ده على البارد، طبعا اللبن ساقع هنا. قلبي كويس قوي على البارد، وبعدين ارفعيه على النار بحيث يمسك نفسه يبقى زي المهلبية كده. حطيته في علبة ليها بوز علشان اعرف ان انا اصبه جوه العلب بتاعتي. هتعرفي تدلقيه من الحلة مفيش مشكلة. عايز تستعملي مغرفة تستعملي اي حاجة بحيث تحطي بسهولة، والمقدار ما يخرجش منك بره او العلبة شكلها يتبهدل. تالت طبقة، وطبعا الطبقة اللي فاتت دي هنسيبها ترتاح خالص وتبرد خالص. كريم شانتيه عادي خالص، انا استعملت كريم شانتيه دريم. اضربيه كويس قوي بميه متلجه، بيبقى مكتوب على الكيس بتاعه فكره العمل بتاعته. وبعدين هتبتدي بقى ان انت توزعي كده بالمقدار بتاعك. استعملت كيس الحلواني علشان يظبط الدنيا معايا. حطيت كده كميه كده في كل علبه. طبعا ده مش الشكل النهائي، انا لسه هسويها كده بالمعلقه كده واظبطها. انا بس بشوف بوزعها الاول على العلب بتاعتي، وبعدين اشوف محتاجة ايه. يعني انا الكيس اللي هو بتاع دريم بصراحة كفى معايا المقدار، لازم انا حاطة طبقة رفيعة. يبقى احنا حطينا 3 طبقات. اول حاجة البسكوت، بعد كده المهلبية الشوكولاتة اللي احنا عملناها،
واخر طبقة كانت الكريم شانتيه، عايز تستغني عنه وتخلي الطبقتين الاولين بس عادي، بس ده بيدي طعم احلى والولاد بيتشدوا قوي للشكل بتاعه. جبت بقى الصوصات اللي بتتباع عند مستلزمات الحلواني، صوص مثلا توت بري، صوص شوكولاتة، صوص اي صوص كراميل مثلا. الولاد بيحبوا مثلا صوص معين عندك دوري عليه هتلاقي. انا جبت الاكياس الصغيرة لان انا عاملة مقدار صغير بحيث الاولاد يدوقوا من كل حاجة. حطيتها كده بشكل عشوائي زي ما انت شايفة، بحيث ان هي ايه في الاخر كده انا هوزعها. ده بتاع التوت ده كان طعمه حلو قوي والولاد علقوا عليه قالوا طعمه جميل، وكمان هو لونه كده حلو، لونه زي البنفسجي كده فبيشدهم قوي اللون بتاعه. طبعا هنا بقى ابتديت اجيب خلة السنان او اللي هي بتاعه الشيش طاووق العصاية، ابتدي بقى شكلي كده وفنني بقى كده ووريهم الابداع. جميلة تحفة قوي قوي، عملنا هوت كذا شكل كأنهم كذا طعم. دخلت كمان الكراميل مع الشوكولاتة، الشوكولاتة بس لوحدها، وكل واحد بقى يختار اي علبة تحبه. على فكرة ده ينفع فكرة مشروع، ما تكلفتش ولا حاجة، اقعدي احسبيها كده وشوفي دي بتتباع بكام بره. حتى لو محلات بسيطة برضو بتبيعها غالية، مش هتقل عن 45 جنيه مثلا او كذا. تعالي شوفي احنا مكلفناهاش حاجة، احسبيها كده تلاقي مشروع مربح جدا. وكمان الولاد فرحوا قوي بيه ان احنا جبنا حاجة يعني بتاعت بره هيت. الف هنا وشفا. جميل جدا، الله على الشكل النهائي بتاعه بقى على التلاجة بقى. سيبيه شوية كده يسقع ساعتين تلاتة ووزعي عليهم بقى الطبقات جميلة ومش نازلة على بعض، هي هتبقى تحفة قوي قوي في الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى سعيد. هنعمل النهاردة بسكوت العيد، بسكوت عيد الأضحى على شكل خروف جميل قوي قوي، جذاب جدا للأولاد. وكمان عملنا شاي بلبن معاه عشان نفطر الصبح كده بعد ما ناكل بقى الكبدة والحاجة نحلي بيه مع الشاي بلبن، او ممكن نفطر بيه لوحده. بسكوت جميل وشكله حلو قوي. تعالي نشوف عملناه ازاي. هجيب الاول نص كوباية زبدة تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، وطبعا الدنيا حر الزبدة سايحة زي ما انت شايفة. وهنجيب عليها حوالي كوباية الا ربع سكر بودرة، او كوباية كاملة زي ما تحبي لو بتحبي الحاجة مسكرة. واضربيهم مع بعض كده ضربة كده بالمضرب اليدوي، او لو عندك مضرب بيض برضو يمشي حاله، بس انا استعملت المضرب اليدوي اسهل. بيضاية واحدة بس اللي استعملناها. وهحط طبعا كيسين فانيليا عشان البيضة، وعلشان كمان يدي ريحة حلوة قوي للبسكوت بتاعي. هي دي المقادير بتاعتنا الاولانية، وحاجة كده سهلة هتقومي تعمليها دلوقتي حالا. يبقى احنا حطينا ايه، حطينا نص كوباية زبدة، عليها كوباية الا ربع سكر بودرة، وبيضاية، وكيسين فانيليا. ضربتهم كده ضربتين تلاتة كويس، وبعدين هبتدي احط الدقيق بتاعي. دقيق البسكوت او دقيق المخبوزات هيدي نتيجة كويسة معاكي. اضربيهم مع بعض بقى لحد ما تحصلي على عجينة تمسكيها بايديكي عادي. طبعا هدخل ايديا بقى كده واعجنها، انا كنت ناسية البيكنج باودر. هحط حوالي معلقة صغيرة، علشان انا مش محتاجة البيكنج باودر انه ينفش لي العجينة قوي، انا مش عايزة شكلها ينفش جامد ولا البسكوتة شكلها يتغير. هبتدي اعجنها لحد ما المها، بس مش هعجن كتير زي بقية المعجنات، يا دوبك بس العجينة تلم معاكي كده. هاخد جزء منها قيمة مثلا تلتها كده ولا حاجة، واحط عليها معلقة كبيرة من الكاكاو الخام عشان اعمل الجزء ده بالشوكولاتة. والجزء التاني سيبته يرتاح شوية في التلاجة، هسيبهم يرتاحوا عشان اعرف اسجل يعني اشكلها. وبعدين احطها بين كيسين تلاجة زي ما انت شايفة، عشان لما اجي اشكلها تبقى سهلة معايا بالنشابة كده. وهبتدي ان انا افردها رفيع خالص، يعني سمك العجينة يكاد يكون ملي، حاجة كده رفيعة عشان ده بسكوت. قطعها عندك بقى اي شكل تحبيه، بس انا حبيت هنا الشكل بتاع الخروف علشان احنا بقى عيد الاضحى وكده، فقطعت بالقطاعة المشرشرة ديت الحجم ده. لو عندك قطاعة تانية شكلها مناسب ما يجراش حاجة. وهبتدي اجيب صينية مش مدهونة حاجة خالص واحط فيها الاشكال بتاعتي. يبقى الصينية بتاعتنا ألمونيوم ومش محطوط فيها اي حاجة، انا بكتفي بالزبدة اللي جوه البسكويت. الجزء التاني اللي بالشوكولاتة فردته برضو، وهجيب غطا ازازة او اي حاجة يعني شكلها مدور صغيرة، بحيث ان انا اعمل بيها وش الخروف. يبقى الفكرة ان انا بقطع هنا دواير ليه، علشان اعملها وش الخروف. وكمان الاجزاء اللي طالعة التانية ديت من العجينة هعمل منها القرن بتاع الخروف،
والرجلين، وبالتالي هيطلع شبه الخروف. اول حاجة الصينية هي مش مدهونة حاجة، حطيت عليها الشكل الاولاني من العجينة البيضة. هبتدي بقى اعمل رول طويل كده او حتة عجينة طويلة، وابتدي بقى اقطعها صغير خالص علشان اعملها القرن بتاعه، واعملها الرجلين يعني شكل تقريبي كده للخروف بمناسبة العيد. طبعا لو انتي ممكن تسيبيها كده عادي اي شكل يحبوه الولاد. انا قلت بس بمناسبة العيد ان احنا نعمله بالشكل ده. طبعا مسخنة الفرن بس موطياه على درجة حرارة 160، شغال من تحت بس 160 فرن هادي. يعني لو عندك مفيش درجات وطي الفرن وسيبيه يستوي براحته خالص بحيث ياخد لون فوق وتحت. بعد ما تشكلي كل الكمية في الصواني اللي تحبيها. وكمان هعمل له عينين بالعجينة البيضة، يعني عملت القرنين اهوت والشكل الوش وكمان الرجول، هعمل كمان عينين بالعجينة البيضة. بصي بقى منظره الله تحفة، عايزة اقولك صورت بالعافية، الولاد ما استنوش واكلوه كله بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا، حاجة كده شكلها جديد ومشجعة للاولاد ياكلوا. وكل سنة وانتوا طيبين، عيد اضحى سعيد عليكم، احلى كوباية شاي بلبن وفطار بعد صلاة العيد بإذن الله. اعمليه وجهزيه. بصي لون البسكوتة واخدة لون خفيف خالص من فوق وتحت، سوا مظبوط. الكمية ديت حوالي كوباية دقيق، عملت لي حوالي 16 بسكوتة. الف هنا وشفا، اعملي اي كمية تحبيها وقولي لي رأيك ايه، جربيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة البيتزا بطريقة سهلة قوي وجميلة، عجينة مظبوطة. وتعالي نشوف الكمية الحلوة اللي طلعت ديت طلعت ازاي. من كيلو دقيق عملنا صاج حوالي 30 في 40، وصاج تاني حوالي 30 في 30، وكمان صينية مقاس 24. وهقولك بقى على كل اسرار نجاح العجينة بتاعتها، وكمان ازاي تخلي الجبنة موزاريلا بتمط وكمان لونها فاتح كده زي ما انتي شايفة، مش محروقة ولا حاجة. العجينة واخدة لون جميل من تحت، الصاج كان سخن معرفتش اطلع الحتة. تعالي نشوف عملناها ازاي. عندنا 3 معالق سكر كبار، رشة ملح، ربع كوباية زيت، كيس خميرة، كيس بيكنج باودر، ودقيق مستعدد الاستخدامات، وكيس لبن بودرة، وكمان كوباية زبادي. هحط الاول الخميرة على المية الدافية على السكر واقلبهم كويس شوية، وكمان اسيبهم حوالي 5 دقايق عشان اتأكد من نجاح الخميرة بتاعتي وان هي شغالة عشان اقدر اكمل كده وانا مطمئنة. ده كيس حوالي كيلو دقيق طبعا متعدد الاستخدامات او للمخبوزات. حطينا عليه حوالي ربع كوباية زيت او اكتر سنة يعني، رشة ملح، كيس لبن بودرة، وكيس بيكنج باودر. وهنبتدي كمان نحط كوباية زبادي بدرجة حرارة الغرفة، يعني طلعناها من التلاجة شوية. وتعالي نقلبهم مع بعض ونعمل عجينة ممتازة. وطبعا المضرب مش هينفع بقى هنا، هبتدي ادخل ايديا، هبتدي بقى اعجن كويس قوي قوي، يا اما في العجان لمدة 10 دقايق، يا اما على ايديكي حوالي ربع ساعة تقعدي تعجني فيها لحد ما تبقى بصي متماسكة كده وناعمة وملزقة سنة بسيطة، بحيث ان التلزيقة بتاعتها مش حاسة بيها في ايديا. انا بوريكي ايديا نضيفة اهي. اعجني فيها بقى كتير كتير كتير، كل ما تعجني فيها كل ما يطلع النتيجة بتاعتها احلى، لان الدقيق بيختلط بقى بكل السوائل. المية بتاعتك انا محددلكيش قد ايه مية، على حسب الدقيق اللي بتستخدميه ممكن توصلي لكوباية مية كبيرة زي اللي شفتيها معايا. هسيبها تخمر حوالي ساعة في وسط دافي طبعا لحد ما اعمل بقية حاجة البيتزا. هنا اعمل الصلصة السريعة بتاعت المستعجلين. هجيب معلقتين صلصة على كيسين كاتشب من اللي هو بجنيدة او معلقتين كاتشب. الصلصة مع الكاتشب هنا هتديني طعم ممتاز. هحط لها شوية زيت، وكمان بقى البهارات اللي هي ملح وفلفل وزعتر. عايزة تحطي توم بودرة مفيش مشكلة، هيدي طعم حلو برضو. تعالي بقى كمان خرطنا شوية خضرة كده، بصل وفلفل وبصل وقوطة. الله بصي الخميرة بعد ما خمرت بقى، العجينة بعد ما خمرت انضاعفت حجمها وبقت شكلها ممتاز. انا مجهزة حاجة البيتزا ورا هي اللي هي الجبنة والخضار والزيتون. هبتدي اقطع العجينة كده حتة كبيرة عشان احطها في الصاج الكبير. انا دهناه زيت طبعا، حاطة ورقة زبدة وعليها رشة زيت حلوة كده. وهبتدي ان انا افرد العجينة فيها على طول من غير نشابة ولا حاجة بايديا كده. هتبتدي ان انتي تلاقي عجينة معاكي جميلة وسهلة الفرد
وكمان ريحتها ممتازة. وتعالي بقى نحط الصلصة الحلوة اللي بتاعت المستعجلين دي عليها، وزعيها كده بفرشة او بالمعلقة بحيث الصلصة بتاعتك متبقاش كتير قوي زي ما انت شايفة كده. حطي بقى اي خضار او اي حاجة الاولاد بيحبوها، ممكن تحطي لحمة مفرومة بمناسبة العيد، ممكن تحطي جبن، بس اي طعم هما بيحبوه ابتدي تضيفيه. طبعا دي الخضار الاساسي بتاعي. البصل هنا ما تخافيش منه خالص، البصل هنا هيدي طعم جميل. وكمان انا عامله قرن فلفل حراق كده في النص بحيث ان يدي نفس حلو كده. حطيت الجبنه الرومي في المرحله ديت، وهبتدي ان انا ادخل على فرن سخن درجه حراره 200 على الرف اللي في النص لحد ما احس انها قربت تستوي. انا طبعا لسه ما حطيتش الموزاريلا. قرب ما تستوي هبتدي ان انا اطلعها واحط الموزاريلا في المرحله الاخيره عشان احافظ على طراوتها. اهي كده خرجتها من الفرن عشان تاخد الجبنه الموزاريلا بتاعتها وترجع تاني على الفرن تسيح. هنا بقى بعد ما طلعت، الله على الريحه الجميله والكميه الحلوه الوفيره، كفت العيله وكلوا وشبعوا وكمان فاضت. حاجه كده جميله وتحفه والولاد بيحبوها خالص. جربيها، الف هنا وشفا.